بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أمين يا رب. إخواتي أحبابي متابعيني الكرام، أنا ما اتكلمتش معاكم على مباراة الأهلي. مباراة الأهلي في بطولة دوري أبطال إفريقيا، ناس كتير هتقول إن الأهلي ما لعبش، الأهلي ما أداش شكل قوي، ما عملش كل حاجة، ما أداش شكل هجومي في الشوط الأول، ما راحش على المرمى، ورونالدو بايرتس كان هو الأقوى، هو المنتشر، هو المستحوذ. بس عايز أقول لهم نقط مهمة كده لازم نحطها حلقة في ودنا كده ونتأكد منها. فريق البطل ما بيتحسبش البطل على المباراة فرداني، يعني البطل في آخر بطولة مش لازم في الآخر يكون كل المباريات وكل الأشواط 10/10. في كأس العالم، في بطولة أفريقيا، أوروبا، حتى في دوري أبطال أوروبا مش لازم كل المباريات. المهم إن الفريق البطل يبقى فريق ذكي، يعرف يطلع بأقل الخسائر من أي مباراة في أي جولة في أي توقيت في أي دولة هيروحها. ده اللي بيعمل النادي الأهلي، وده اللي بيخلي النادي الأهلي النادي القوي. الأهلي لعب، حقق اللي هو عايزه ولا ما حققوش؟ حقق اللي هو عايزه، رجع بنقطة، حافظ على الصدارة، عمل اللي هو عايزه. فلازم في الآخر يتقال لهم شابوه. كبقى مشجع عايز الأهلي بره وجوه يفوز وبدل الاتنين 4، طبعا حقك تحلم. لكن نقطتين، الفرق بتتطور في كل افريقيا، بتتطور، وكل الفرق عندها طموح، وكل جمهور عنده طموح، وكل إدارة نادي عندها طموح إن هي تكسب الفريق البطل. إذا كان فرق الدوري المصري قصاد الأهلي بتبقى شكل مختلف عن أي مباراة تانية، ما بالك وما بال الفرق الإفريقية. الأهلي ما راحش، ما أداش شكل هجومي، لكن لازم تبقى عارف وسام أبو علي راجع من إصابة، مش هيديك أحسن حاجة. رضا سليم أنت راكنه كتير، رضا سليم عشان تشوفه لازم تستحمله وتسيبه في الملعب مباراة واثنين وثلاثة، وما تستعجلش انه ما اداش وانه يطلع. ومن حسين الشحات انت كده يا جمهور الاهلي مش هتبني لاعب جناح تاني بديل، لان حتى لو انت الاهلي جايب جناح اقوى من رضا سليم ومن حسين الشحات والاثنين قعدوا، حسين الشحات عشان يرجع مش هيرجع بنفس المستوى. لازم تسيبه في الملعب مباراة 2 و3 وتستحمله عشان يدي. الشناوي أي حارس مرمى عنده أخطاء. ياسر إبراهيم أنقذ كورة من على خط المرمى، طبيعي. ما احنا اتكلمنا إن ياسر إبراهيم مدافع قوي دولي يستحق إن يكون في المنتخب، وهو كان في المنتخب، فده طبيعي. أنت بتجيب حارس قوي ومدافعين أقوياء، فترة رامي ربيعة يشيل الفرقة، فترة ياسر إبراهيم، فترة وسام أبو علي. هو ده الفريق البطل، إن كل اللعيبة تقدر تشيل الفرقة. يا جمهور الأهلي ما تشدش على الفريق. هتقولي لي طب هو ده اللعيبة والمستوى لكأس العالم للأندية؟ شهر 3 نتكلم، وفي نهاية دوري أبطال إفريقيا لو الأهلي البطل نبقى نتكلم. ما زال الأهلي داخل البطولة المحلية والإفريقية باللعيبة دي، يقدر يكمل في المنافسة، يقدر ياخد البطولتين، يقدر. ما اتمناش ان مجلس الإدارة يستعجل، لا، صبر عشان كمان وانت بتنام